السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين قناة أكلات من زمن فات، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هعمل معاكم أكلة بسيطة خالص واقتصادية جدا جدا، مش هتتخيلوا هي اقتصادية لدرجة ايه. الأكلة دي جميلة جدا وخفيفة جدا ومناسبة جدا للأيام الحر اللي احنا فيها. أول حاجة هجيب حلة كده على النار وهنزل فيها بمعلقتين زيت. هنزل فيها بمعلقتين زيت بالشكل ده كده، معلقتين زيت بس. اول ما الزيت بتاعي يسخن بالطريقه دي كده، هنزل بنص كوبايه شعريه. يبقى انا حطيت معلقتين زيت كبار ونص كوبايه شعريه زي ما انتم شايفين كده. اول ما الشعريه تاخد اللون الذهبي اللي انتم شايفينه، اللون الذهبي الجميل ده، هعمل ايه؟ هجيب نص كوبايه عدس مغسوله ومتصفيه. دي نص كوبايه عدس اصفر مغسوله ومتصفيه زي ما انتم شايفين كده. وهنزل بالعدس على الشعريه المتحمره دي. في الوقت ده ما استعجلش ابدا، لازم ان انا اخلي كل حبايه عدس تتغلف فيه، يعني اقلب فيه كده مش اقل من 5-6 دقايق، بحيث ان هو يتشرب كله من الزيت اللي في الشعريه. طب ليه بنعمل كده؟ عشان ما يعجنش. لو عملتي الخطوه دي انك تغلفي العدس الاصفر كله بالزيت، مش هيعجن منك ابدا في اي وصفه، يعني سواء في اي نوع رز او اي نوع كشري او كده. هنقلبه مش اقل من 5-6 دقايق. العدس بدأ لونه يتغير زي ما انتم شايفين، عشان اتشرب من الزيت اللي في الشعريه. عايزينه يبقى باللون ده كده. بعد ما قلبته، طبعا انا فصلت الكاميرا على حوالي 5 دقايق على بال ما اتحمص كده. بعد كده هنزل بكوبايه رز مصري، رز عادي مغسوله ومتصفيه كويس زي ما انتم شايفين، وبرده اشوح فيهم كويس. اكله اقتصاديه جدا، والحلو فيها ان هي خفيفه، يعني في الحر ده خفيفه خالص خالص، مش هتحسي ان هي اكله تقيله ابدا. هشوح برضو فيها شويه كده حوالي 3-4 دقايق. لما شوحتها كويس والرز اتشرب كده من الزيت، هنزل بمعلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره من الملح كده. وبعد كده بقى هنزل بميه مغليه. هقلبه بقى كويس
زي ما انتم شايفين طبعا عشان الميه مغليه بيغلي. هقلبه بقى كويس بالطريقه دي كده وهغطيه، ولما يتشرب كده هوطي عليه. ايه رأيكم؟ ودي كانت أكلة اقتصادية جدا، الكشري الاسكندراني أو زي ما بتسموه. أكلة اقتصادية جدا جدا على قد إيدك، وباردة وجميلة، مش حامية زي الكشري التاني، ولا فيها شطة بقى ولا فيها حاجة عشان الحر اللي احنا فيه. تحفة. طبعا كل واحد بيعمل على قد العدد اللي هياكل عنده. أتمنى. وسلطة اهي جميلة كمان باردة، لان الكشري التاني بيبقى حامي شوية في الحر، فده كشري بارد وهادي خالص ومفيد جدا، ويعتبر مناسب جدا للوقت اللي احنا فيه من الصيف. اتمنى لو عجبتك الوصفة دي تجربيها، وما تنسيش اللايك والشير والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.